العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا الأكارم، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع وقاية النباتات. نجاح زراعة البطاطا الحلوة في دباروا. انعقاد مؤتمرات شبابية في إقليم عنسبة. رئيس بيلاروسيا يقول أن نشر الأسلحة الروسية في بلاده يحميه من الغرب. مناورات مشتركة بين الناتو ودول الحلف في رومانيا. وعواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة و3 قتلى في ولاية أركنساس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شاركت إريتريا في الاجتماع 17 لمفوضية وقاية النباتات الذي انعقد في 27 وحتى 31 من مارس في مدينة روما الإيطالية. مثل إريتريا في الاجتماع المدير العام لقسم خدمات التشريعات والرقابة في وزارة الزراعة السيد تخلاب مسكانا، والقائم بأعمال مندوب إريتريا في مؤسسات الأمم المتحدة في إيطاليا السيد أسمرام كيداني. أقيمت مفوضية وقاية النباتات وهي جهة عليا بممثلي الدول والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وتنشط بإعداد السياسات واللوائح لتنفيذ الاتفاق الدولي ومكافحة الآفات المهاجرة. وبموجب ذلك قامت وزارة الزراعة مراكز حجر في مطار أسمرة وميناء مصوع وعصب وتسني بهدف السيطرة على الآفات المنتقلة عبر الحدود. ويوجد المكتب المركزي للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الذي تشرف عليه منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مدينة روما الإيطالية. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا أصبحت عضو في هذه الاتفاقية الدولية عام 1995. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية الدباروا تحقيق إنتاج وفير من تجارب زراعة البطاطا الحلوة في ضواحي تمايلا وقرقرة وكساد دعرة التي قام بها مزارعين نموذجيين. وأوضح المزارعون بأن البطاطا الحلوة غذاء جيد سواء ثماره أو أوراقه للإنسان والحيوان، منادين وزارة الزراعة لإيجاد السوق لمنتجاتهم. وقال خبير تنمية الخضروات والفواكه سيد مدهني أقباي إن إنتاج البطاطا الحلوة يكون من 400 إلى 600 كنتال في الهكتار الواحد بقليل من المياه. من ناحية ثانية، ذكر المزارع إدريس عمار من مديرية الشعب تحقيق نتائج مرضية من زراعة الخضروات التي يقوم بها منذ عام 2015. وأوضح بأن مزارعي شعب قطين اتبعوا حذوه متشجعين بالنتائج الجيدة التي حققها، وأن لديه برنامج لزراعة التمور والليمون والبرتقال والفواكه الأخرى مستقبلا. عقدت فروع الشباب في مديريات حاجات وأسمات وخبرو وحمل مالو وحلحل وقلب وعلى برعد في إقليم عنسبة مؤتمراتها في الفترة من 2 حتى 29 من مارس تحت شعار تنظيم قوي لتنمية مستدامة. وتم انتخاب هيئات إدارية للفروع لمدة 2 عام وتقديم شرح حول الأهداف والمهام وأنشطة العمل. وعلم بأن مؤتمرات فرعي كرن وعتكلزان ستعقد قريبا. في غضون ذلك نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي أسبوع الشباب والطلاب في دكمحرة لتقوية التأطير في المدارس المتوسطة والثانوية. تضمن الأسبوع مسابقات إعادة أغنيات النضال وأناشيد جديدة ومعلومات عامة ومنافسات رياضية وحوارات توضح تاريخ النضال المسلح وقصائد ابتكارات. أفاد الاتحاد الوطني للمرأة الإرثية في الإقليم الأوسط بأن التدريب المجاني المقدم للمرأة الراعية في النسيج يحقق نتائج مرضية. وأوضحت مسؤولة مركز التدريب المهني السيدة حداس مسيم تدريب أكثر من 500 امرأة في 15 دفعات. وأشارت إلى تقديم دراسة إضافية في التدبير المنزلي إلى جانب التدريب المهني فضلا عن الدعم المالي.
وذكر تقديم أدوات النسيج بقيمة 12,000 ناقة على شكل قرض للمتدربات لبدء العمل مباشرة، وقد ردت أغلبهن الدين المستحق، كما تم منحهن أماكن لتطوير منتجاتهن في 3 مواقع في أسمرة. وذكرت المتدربات بأن المهنة المكتسبة تحمل مسؤولية أكبر وتدفع لتطوير العمل التعاوني في نسيج مختلف الملابس. تأطر 202 من المعاقين ذهنيا في مديرية ماي ميني في جمعية نتيجة أنشطة التوعية والتأهيل التي قامت بها الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا فرع الإقليم الجنوبي. ودعت مسؤولة الفرع السيدة عقبة حروي شركاء العمل ومكاتب الوزارات للمساهمة في توعية وتأهيل المواطنين أو المعطلين في الجمعية. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض مولجيتا جبري يوهنس أن عدم تعطيل المعاقين في جمعية أدى لتحمل الأسر وحدها لمصاعبهم، داعيا الجهات الحكومية والاتحادات لتقديم الدعم لتطويرهم والوصول إلى الاعتماد على الذات. وأشاد مدير مديرية مايمن المقدم أبراهام هايلي بالدراسات الصحية الاستكشافية التي جرت في جميع القرى، مؤكدا على استعداد إدارة المديرية لتقديم الدعم المطلوب. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الجمعة بأن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية التي تقرر نشرها على أراضي بلاده ستوفر الحماية لها من التهديدات الغربية. وقال إنه يعتقد بوجود خطط لغزو بلاده انطلاقا من بولندا. وقال لوكاشينكو في خطاب سنوي أمام مشرعين ومسؤولين حكوميين: ثقوا في كلامي، لم أخدعكم قط، إنهم يتأهبون لغزو بيلاروسيا لتدمير دولتنا. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن بلاده سترسل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، وهي أول عملية نشر أسلحة نووية خارج حدود البلاد منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. كما ذكرت منسق بأن هذه الصواريخ ستوفر الحماية بعد ما وصفته بحملة ضغط من الولايات المتحدة وحلفائها بهدف الإطاحة بلوكاشينكو. وفي خطابه دعا لوكاشينكو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وإلى بدء عقد محادثات للتوصل إلى تسوية سلام دائمة، محذرا من أن روسيا قد تضطر إلى استخدام أكثر الأسلحة خطرا فور شعورها بأي تهديد. نظم الناتو من الدول المنضوية في الحلف تدريبات عسكرية مشتركة في رومانيا في مناورات خطت اسم كريستال أورو 2023، واستخدمت فيها الذخيرة الحية. وتهدف هذه المناورات إلى تحسين التعاون بين القوات المسلحة لدول الناتو ودمج عناصر الدعم القتالي والمناورات وتحسين المهارات اللازمة للعمليات الهجومية والدفاعية. قبل ذلك كانت قد أفادت وزارة الدفاع المولدوفية بأن قواتها الخاصة بدأت تدريبات مشتركة مع جيوش الولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن التدريبات ستجري في الفترة ما بين 27 من مارس وحتى 7 من أبريل في مراكز تدريب الجيش المولدوفي، بهدف تبادل الخبرات بين مقاتلي القوات الخاصة في البلدان الخمسة ورفع الكفاءة القتالية للقوات المشتركة.
ضربت عواصف شديدة وسط الولايات المتحدة، حيث أدت الزوابع إلى سقوط 3 أشخاص في ولاية أركنساس جنوب البلاد، بينما انهار سقف الشمال على حشود خلال حفل موسيقي حسب وسائل إعلام. ولقي شخصان مصرعهما في بلدة وين الصغيرة، كما ذكرت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي أعلنت فيه حالة الطوارئ ونشر 100 من أفراد الحرس الوطني. وفي مقاطعة بولاسكي حيث تقع عاصمة أركنساس لتل الروك التي أصيبت بأضرار جسيمة، أكدت السلطات مصرع شخص ثالث. وقالت بلدية لبتل الروك إن نحو 30 شخصا نقلوا إلى مستشفيات في المدينة. والأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها. وقبل أسبوع ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي مسببا معطل 25 شخصا وأضرار جسيمة بالممتلكات. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف وزير في مجلس الوزراء الياباني مكلف بمعالجة انخفاض معدل المواليد عن مسودة مقترح يهدف إلى تغيير الاتجاه الهبوطي، بما في ذلك زيادة الدعم المخصص لرعاية الأطفال والتعليم وزيادة الأجور للعمال الأصغر سنا لتحفيزهم على الزواج والإنجاب. ويشهد عدد سكان اليابان البالغ أكثر من 125 مليون نسمة تراجعا منذ 15 عاما، ويتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060. وتسبب تراجع عدد السكان وإصابة المجتمع بالشيخوخة في تداعيات هائلة على الاقتصاد وأمن الدولة في الوقت الذي تعزز فيه اليابان جيشها لمواجهة طموحات إقليمية. ولمعالجة المشكلة تقترح الخطة زيادة المساعدة المالية وزيادة الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع وقاية النباتات. نجاح زراعة البطاطا الحلوة في ضبابة. انعقاد مؤتمرات شبابية في إقليم عنسبة. رئيس بيلاروسيا يقول أن نشر الأسلحة الروسية في بلاده يحميه من الغرب. مناورات مشتركة بين الناتو ودول الحلف في رومانيا. وعواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة و3 قتلى في ولاية أركنساس. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله. يا شباب،